السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير كيف العادة. جيت وجبت لكم معايا الجديد قصة جديدة من القاع الخافية. اليوم غادي نشوفوا كيفاش الإنسان بسبب الطمع تيتجرد من الإنسانية ديالو وتيولي مجرم، والصدمة الكبيرة هما اللي تيكونوا هاد المجرمين هما الوالدين ديالو. اليوم غادي نهضروا على زكريا وسهيلة، قصة ديال واحد جوج شباب اللي تعرفوا على بعضياتهم، وكانت واحد القصة ديال الحب. تزوجوا وعاشوا في مدينة أكادير. دازو سنين على هاد القصة ديال الزواج وعلى هاد الحب هذا، وكلشي موفر، الفلوس، الدار، كلشي كاين، الا حاجه وحده اللي ناقصه، هما الوليدات. ما رزقهمش ربي الذريه. ايا حاولوا مع الاطباء، الطب البديل، جميع الاسباب داروها، ولكن ربي ما مكتب لهمش يديروا دراري. واحد النهار سهيله غادي تقول لزكريا بانه خاصهم ضروري ما يتحرموش ديك الكلمه ديال الاب والام. شكون اللي يقول لهم بابا، شكون اللي يقول لهم ماما، شكون اللي يعمر عليهم الدار، شكون اللي يدير البساله الصداع. قالت له علاش ما نتبناوش شي دري ونربيوه، ومن يديو منو الاجر، وهما عندهم وليد يونسهم في الدار. زكريا حتى هو تقبل الفكره، حيت هو حتى هو باغي يسمع ديك الكلمه ديال بابا. مشاو باش بداو الاجراءات باش يتبناو واحد الطفل، وتبناو فعلا واحد الطفل. عطاوه الاسم ديال فريد. هاد فريد كما تنقولوا يعني داروا له بحال الماء القليل، وفروا له جميع الظروف، يعني من جميع الجهات ما نقصوا حتى شي خير. وتا هو كان يعني كما تنقولوا داك الطفل المثالي، تيجد ويكافح، وبقى غادي وكمل الدراسه ديالو حتى وصل شد الباك ديالو، وبغى يكمل الدراسه ديالو في الخارج. فعلا العائله عندها الفلوس ميسوره، سهلات له الامور، ومشى للخارج وكمل قرايته وخدا لي ديبلوم ديالو وبدا الخدمه نيت تمايا. بقى تيمشي يخدم وتيجي عاوتاني كل صيف يشوف والديه، تيخدم وتيجي كل صيف تيشوف، تيهبط عند والديه. دازو سنين تقريبا توصل فريد، وصل تقريبا لسن ديال 45 سنه. هبط للمغرب هاد المره في الصيف عاوتاني كما باقي الاعوام، غير هاد المره غادي يكون الاب ديالو زكريا غادي يكون مريض بزاف. وداوه للطبيب، وفي الطبيب قالوا لهم غير ردوه، يعني ما عندهم ما غادي، يعني غير غادي مضيعه ديال الفلوس. راهم هبطوه لدارو، تيديموا الامانه امانته. فهاد الوقيته اللي كان تيصارع فيها الموت زكريا، غادي يعيط لفريد وغادي يقول له بغيت نقول لك واحد الحاجه. هاد الحمل راه عندي ثقيل، سنين وانا هازو، ولكن خصني نقولو لك. داكشي اللي دار سمع له، قال له شوف ولدي، حنا راه غير مربيينك، انت راه ماشي ولدنا. هاد الخبر هذا كان كالصاعقه، بحال الصدمه اللي صدم به زكريا فريد. فريد مازال ما استوعبش هذيك الكلمه اللي قال له بانك ماشي الابن ديالنا، حنا غير مربيينك. تيديموا الامانه امانته لزكريا، تيتوفى ديك الساعه مور ما وصلوا هذا الخبر هذا. جوج صدمات في نفس الوقت. الفريد دازت الجنازه، دفن الاب ديالو، مورا غادي يمشي عند سهيله. وهاد المره غادي يقول لها سهيله حرفيه، ما يقول لها لا ماما لا والو. سهيله ضرها الحال، حيت عيط لها بالاسم ديالها، حيت هي معوده عليه تعيط لها ماما ماما، ولكن عذراتو بحال مصدوم. وديما تيقولوا فاش تكون تتبنى شي طفل، يعني في سن مبكر، خصك تقول له الحقيقه، بان حنا ماشي والديك، حنا مربيينك، حنا هاديك، باش يتقبلها ويستوعبها. يعني شحال داز من العام عاد يعرف الحقيقه ديالو. المهم جا عندها قال لها اسمعي سهيله، دابا اللي عطا الله عطاه، انا الحاجه الوحيده اللي باغي بغيت نعرف والديا البيولوجيين، ونمشي نهضر معاهم ونتهلا فيهم ونعاونهم وندير لهم بزاف ديال الحوايج. فعلا سهيله قالت له شوف، والديك راه كاين في واحد الدوار الفلاني، راه من تما شديناه. غادي يمشي فريد لذاك الدوار اللي عطاتو سهيله، غادي يوصل لذاك الدوار في الليل. هذيك الوقيته اللي وصل فيها كانت الشتا وكان الحال بارد، والطوموبيل غدير له اون بان. خرج بغى يشوف واش يقدر يعني يبريكوليها لراسو، ولكن خصها ميكانيسيان، وغير خلاه الظلام وما كاين حتى واحد، وما تيعرف واحد. غيبات في وسط الطوموبيل، شنو غادي يدير؟
بانت له واحد الدار، غادي يمشي لديك الدار تيدق عليهم: السلام السلام، كي داير اسيدي؟ واش كاين شي ميكانيسيان هنايا جاركم؟ راه الطوموبيله دارت لي اون بان. قول له ولدي هنا ما كاين حتى شي واحد، يعني ما كاينش هنا شي واحد حدانا، خصك تخرج حتى للشانطي، طلع للمدينه عادي كاينين الميكانيسيان. بقى حاصل تمايا فريد ما عرف ما يدير. هو يقول له هذاك الراجل، قال له: شوف، الا بغيتي تجلس معنا ولدي هاد الليله حتى الصباح، فاش نكون طالع للمدينه نوصلك معايا ونجيب ميكانيسيان الطوموبيل. بقى تيفكر فريد، ما عنده حتى شي حل من غير انه يجلس عندهم. ما تيعرفو حتى واحد يجلس في الطوموبيل، ما عرف شكون اللي غيجي عنده. قبل مشى للدار، جلس معاهم، طيبوا له اللي قسم الله، تعشى معاهم، كلا. وداك التعامل وديك الطيبوبه اللي تعاملوا مع هذيك الرجل ومراتو، هذيك واحد الباليزه كانت عنده كان دير فيها الفلوس اللي غيدي الوالدين. غادي يجبدوا لنا واحد البركه وغادي يمدها لهم. عطاهم هذوك الفلوس وفرشوا له البلاصه ديالو، مشى ناس. هنا مرت داك الراجل قالت له: انا راه لاحظت واحد الحاجه، انه شاد ديك الشكاره ولا ديك الشنطه ما تيفارقهاش. هو يقول لها: شوفي، قال لها: انا راه من ديك الشنطه جبت الفلوس، هي مناش عطانا الفلوس، انا الشيطان بدا تيلعب بيهم. شنو داروا؟ خلاو تا دخل في النعاس مزيان، هما يجيبوا واحد المخده وخنقوه بجوج حتى مات. حيدوا له الشنطه وغادي يحفروا مور الدار وغادي يدفنوا ديك الجثه. داز شي يومين ولا 3 ايام، الطوموبيله ديال فريد مازال في بلاصتها. جا المقدم لتما تيسولها ديال من ديك الطوموبيل، ما عرف شكون. مشى وصلها للجندارم. سهيله غبار عليها فريد طوال، يعني مشاو طوال تصوني التليفون طافي، ما لقاتش كيفاش دير تواصل معاه. هي تمشي ديكلارات الاختفاء ديال فريد، حيت فات المده المحدده، وزائد عطاتهم ماتريكول ديال الطوموبيل والنوع ديال السياره. البوليس لونصاو، حيت قالت لهم بانهم راه قصد واحد الطوار. غادي يلقى نفس الماتريكول اللي عطا المقدم للدار. هنا غادي يبداو التحقيقات، بداو قلبوا الطوموبيل، بقاو تيشوفوا دوك الديور اللي قراب تمايا. هما يمشيو لديك الدار اللي كان فيها داك الرجل ديك المراه باش عندهم فريد. دخلوا عندهم: السلام السلام، ما شتيش شكون اللي كان في الطوموبيل؟ لا. ما جا عندكم شي حد في هاد الايامات؟ لا. قال لهم: دخلوا نقلبوا. فعلا دخلوا بداو تيقلبوا، وما يبان لهم واحد الفلتر ديال الكارو تما طايح. هزو قالوا له: واش تتكمل؟ قال لهم: اه. قال لهم: اين نوع تتكمل؟ قال لهم: انا تنكمل وينستون. هو راه ماشي داك النوع، هذاك ماربورو ماشي وينستون. شدوا هذاك الفلتر اللي لقاو عندهم تمايا مع داكشي اللي لقاو في الطوموبيل وداروا لهم تحليل ديال الحمض، لقاوه متطابق. بعد ما لقاوه متطابق غادي يديهم باش يبداو معاهم التحقيقات. السي فريد راه كان باش عندكم في الدار، وهذاك الفلتر اللي قلنا لك انت واش تكمل هو اللي كان في ديك الطوموبيل، وكان تطابق ما بين اللعاب اللي كان اللي عنده في الطوموبيل ديال الفلترات ديال الكارو مع الفلتر اللي عندكم تمايا ديال الكارو. الراجل يعني بحال يعني ضاخ ما لقى ما يقول. شنو غادي ينكر؟ يعني التحليلات خرجوا ايجابيه، ما عنده ما غادي يقول. قال لهم: بات عندنا والطمع غرنا، حنا شفنا الفلوس حنا نصفيوها له، خلينا تغرق في النعاس وخنقناه. مشاو معاهم للدار، وراهم هذيك المخده باش خنقوه، كانوا فيها داك الدفال ديالو. بداو داروا له التحليله، لقاوه متطابق لداكشي اللي لقاو في الفلتر. تبتات عليهم الجريمه، سولوهم فين درتو الجثه، وراهم فين دافنينها. موراها غادي يدوزو للمحاكم وغادي يحكموا عليهم بالمؤبد. سهيله هذيك الوصيه اللي كانت عارفه على ولدها فريد بغات تمشي تكملها. مشات للدوار اللي مشى له فريد، مشات عند المقدم، سولاتو:
قالت له راه تنسول على فلان وفلانة. قالت له من؟ قال لها شكون؟ هادوك المجرمين. علاش مالهم شنو داروا؟ قالت له قال لها المقدم هادوك راه شدو السيد وصفاوه له. وشكون هما هاد الرجل ديك المرأة؟ راه هما الوالدين ديال فريد الحقيقيين. هما قتلوا ولدهم بلا ما يعرفوا بسبب الطمع. هو رزقهم كان جاي عندهم كان رزقهم جاي لعندهم حتى للدار، ولكن هما حرموه. كانوا غيديو فلوس حلال وحرموه على راسهم، ودوزو ما تبقى من حياتهم في الحبس بسبب الطمع. وكانت الصدمة ديال سهيلة ملي عرفات بلي الوالدين البيولوجيين ديال فريد هما اللي قتلوا الابن ديالها. وكانت هذه القصة ديالنا ديال اليوم، والسلام عليكم.